طبعا احنا بننضف الفرشة قبل ما نبدأ نشتغل، ماشي، وبنتأكد تماما انه خلاص ده ايه، ده نشف. طبعا انا عاملاه من اخر مرة عملته معاكم، فطبعا نشف يعني. خلاص بصوا، لاحظتوا بقى ان هو، بصوا ان هو لونه فتح بقى ابيض كده، ماشي، وخف وزنه وما فيهوش حرارة خلاص، ولا سخن ولا ساقع، زي ما اتفقنا العوامل ايه اللي بنعرف منها ان هو ناشف. تمام كده. ثانية واحدة بقى عشان ايه نبدأ نشتغل، ماشي. بصوا يا حبايب قلبي، هنعمل ايه؟ هناخد شوية كده، ماشي، انا بضغط عليه من تحت عشان ايه اخد منه شوية كده. تمام. وهبدأ الون واحدة واحدة، ما تستعجلوش عشان ما يلطش معاكم زي ما اتفقنا. وقبلها بكون منضفاها بالفرشة دي كده وبحتة قطن، بقماشة قطن، عشان اطمن ان السطح نضيف وناعم قبل ما ابدا اشتغل، عشان ما يلطش معايا. ما هي دي برضو من ضمن الحاجات اللي انتوا قلتوها لي امتى في البث اللي فات، قلتوا لي يا شيماء ساعات بيلطش معانا الشغل ليه. فدي عامل من ضمن العوامل. برضو ارجعوا لللايف اللي فات عشان تعرفوا العوامل كلها، ماشي. فاحنا بنعمل كده خلاص اهو. هتعملوا ايه كده، وهتخفوا برضو ايديكوا عشان ايه، زي ما اتفقنا حوار ايه، زي ما احنا بنعمل الورنيش هنعمل التلوين، نفس فكرة الورنيش. بس طبعا احنا هنعمل ورنيش بعد كده لما تنشف. انا اقصد نفس الفكرة اتجاه الفرشة والخفة في الايه، الخفة في التلوين، عشان خاطر ما يلطش معانا ولا يعمل خطوط كتير. حتى لو عمل خطوط هتكون خطوط خفيفة خالص. تمام كده، عشان بس الشغل يبقى مرتب. هنلاحظ هنا حاجة مهمة، انه الالوان الاكليريك اصلا بتنشف بسرعة، فلازم نفردها بسرعة. وطبعا ايه الالوان الاكليريك هي احسن حاجة في التلوين الخارجي. بس انا عندي في الكورس بشرح ازاي اصلا نصنع الالوان، سواء اكليريك سواء ميتاليك سواء تشوك بنت، سواء الالوان اللي هي اللؤلؤيه، الحاجات دي كلها ليه؟ علشان بتكون انعم في الحاجات اللي احنا سبحان الله بنصنعها بنفسنا في الكورس. الالوان بالذات يعني رهيبه، بتكون انعم، وبتكون بتحل مشكله الاكليريك ان هو بينشف بسرعه، علشان بس يبقى لما نيجي نفردها يبقى تحسوا ان هي طبقه واحده. يعني فاهمين الفكره ليه انا بفضل الالوان اللي احنا بنعملها في الكورس؟ عشان كده. لكن ايه، طب انا دلوقتي يا شيماء مثلا مبتدئه، انا لسه جبت الادوات وبجرب، مش عايزه اخد الكورس دلوقتي الكلام ده كله، بقول لها ايه، بقول لها طيب استخدمي عادي الاكليريك. فانا طبعا هنا بستخدم معاكم الاكليريك عادي اهو. مره تانية ان شاء الله ابقى اصنع كده لون واوريكم ايه برضو الافكت بتاعه، عشان تبقوا عارفين كل افكت ايه احنا بنعمله. يعني نعمل علبه واطلع بيها وتشوفوا الافكت يعني بتاعها، تحكموا بنفسكم الفرق يعني. ماشي. عايزين بقى بنفردها ايه لما نيجي نحط، نفردها كويس عشان ما تخططش معانا، ماشي. وانا بطلع اصلا من غير ولا فلاتر ولا حاجه، عشان كده عشان تشوفوا الشغل على الطبيعه. بتاخدوا حته كده وايه، وزي ما اتفقنا بناخد حته وبنفردها بسرعه، ماشي. هو ينفع نجيب الوان من عند الموان؟ قولي لي انت عايزه تجيبي الوان ايه من عند الموان بالظبط، لان الموان اصلا عنده عالم كبير كده، عنده حاجات كتير جدا، عنده حاجات تنفع وعنده حاجات ما تنفعش. فوضحي لي، اكتبي لي تاني ووضحي لي انت عايزه تجيبي ايه بالظبط، لان في حاجات بنجيبها عادي من عند الموان وبنشتغل بيها. اصلا اغلب شغلنا من عند الموان عشان تكونوا عارفين يعني. بس طبعا بناخد من عند الموان الحاجات اللي تنفع مع الكونكريت، ماشي، الحاجات اللي تنفع يا حبايب قلبي مع الكونكريت، ماشي. يا بنات بقول لكم ايه، عبال كده لما
الونها برضو. اللي عنده سؤال يقول. وتاني حاجه انا طالبه منكم طلب، انا طبعا والله مش بطلب منكم، انتوا عارفين ما بطلبش منكم حاجه، انا ببقى مستمتعه اصلا بوجودكم، مش عايزه منكم حاجه، بس انا عايزه منكم حاجه صغيره النهارده بقى. عايزاكم تدعوا لي لو في خير. نفسي قوي بصراحه استقر في المدينه المنوره. ادعوا لي لو في خير ربنا يكرمني بالموضوع ده. انا عارفه ان هو بالنسبه لي حلم يعني، فاهمين قصدي؟ بس ايه، مفيش حاجه بعيده عن ربنا والله. يعني انا نفسي ان انا استقر فيها بصراحه. بحب جدا السعوديه وبحب المدينه بالذات. اكليريك الوان اكليريك، ما عندوش اكليريك. الاكليريك ده بتلاقيه من المكتبه، فاهماني؟ هو عنده بقى اللي هي الوان الكمبيوتر بتاعه البياض، اللي هي فاهمه، اللي هي الوان اللي هي الحيطه بقى، بس دي بتكون غاليه. فاهمه قصدي؟ دي بتكون غاليه، فانا بعمل لك في الكورس اصلا، بعمل لك يعني بعلمك كل الالوان اللي موجوده في السوق، اللي انت بتشوفيها الناس بتلون بيها دي كلها موجوده في الكورس، وبطريقه برضو ما تكونش غاليه قوي عليكي، عشان تقدري تعملي منها كميات. يعني فاهمه الفكره ايه؟ وعشان تكون انعم وما بتنشفش بسرعه زي الاكليريك. يعني هي حلت مشاكل الاكليريك، وبتكون انعم بصراحه في التغطيه واحلى، يعني تغطيتها احلى من الاكليريك. لو عندكم اسئله قولولي. ربنا يعمل لك الخير يا رب يا رب يا رب يا رحيب يا رب بجد. هو ينفع نجيب دي انا قلتها خلاص كده؟ مفيش اسئله عندكم؟ بتهزروا. بصوا انا عايزه اقول لكم حاجه، انا والله العظيم الخاص، والله العظيم بجد لو دخلتوا عندي وشفتوا الخاص انا مش يعني صعب ان انا ارد، عشان كده بخصص لكم ساعه ساعتين في البث احنا نتكلم فيهم، وعايزين نثبتهم. يعني عايزه اثبت سبت وتلات سبت واربع، يكون الساعه 7 مثلا، لان لقيت الناس عايزه الساعه 7، علشان بس نكون مصليين العشاء كده ومرتاحين، ولو طولنا يبقى براحتنا نعمل افكار جديده، لان ساعات كده بيجي في دماغي افكار ما برضاش اجربها لوحدي، بقول لا بصراحه، بقول ان انا اجربها معاكم، حتى لو فشلت مش مشكله، او على الاقل نبقى عارفين اذا كانت دي تجربه ناجحه ولا تجربه فاشله، نبقى عارفين مع بعض يعني. ثانيه عايزه افرد الحتت دي، هلفها بقى كده واشتغل اخر جزء. مش حد بيسأل اسئله يا ولاد؟ الاسئله دي ليكوا انتوا والله، لان صعب اخش على الخاص على واحده واحده، فاهمين قصدي؟ ساعات ببقى يعني فاضيه معايا التليفون، وساعات ما ببقاش فاضيه، ساعات ببقى بعمل حاجات تانية، فعشان كده ممكن تلاقوني رديت على ناس وناس لا، فعشان ما حدش يزعل فخليكوا كده معايا في البث، اسالوا الاسئله براحتكم كلها وارد عليكم، ما تقلقوش. ثانيه بس عشان في اجزاء بقى كده عايزه اظبطها. عشان افنش حلو. ماشي، احط بقى كده عشان اقدر ان انا افنش الباقي ده حلو. انتوا شايفين؟ بصوا المفروض يبقى معاكم بقى فرشة صغيرة تعملوا فيها الجزء ده، عشان لو انتوا حابين ان هي تبقى بيضة من جوه، مش حابين عادي تقدروا تلونوها، مفيش اي مشكلة. ماشي، استنوا كده، عايزة ابعدها كده واشوف الدنيا اي حاجة كده صغيرة مش ما عملتهاش اعملها. كده خلاص. طبعا القاعدة بتتعمل بس لما ينشف شوية. ماشي،
هو بينشف على طول، بس انا عشان في جزء عملته جزء نشف وجزء ما نشفش، فمش هشيلها عشان ما تلطش معايا، هسيبها تنشف على مهلها واشوف التعليقات. والله يا عيال هزعل منكم، قولوا لي ليه، لان انا مجرد ما بقفل البث بلاقي الاسئله على الخاص، طب انا مش هعرف ارد على الخاص على كل واحده، فاهمين قصدي؟ لان اكيد بعمل حاجات تانية. يعني انا بعد اللايف بقى هقول لكم حاجه، انا قبل اللايف بكون بجهز الايه، المكان، مش بالسهل والله، اضاءه واللي هو الهيدفون، الميكروفون والحاجات دي بنضفها قبل ما اخش اشتغل بيها، والخامات اللي ورا اللي بشتغل بيها اهي، فاهمين قصدي؟ لان المكان ده انا بفضيه بعد كده، بفضي نصه، بيبقى نصه كده الحاجات بتاعتي والنص التاني بنستخدمه، فاهمين قصدي؟ فده بالنسبه لقبل التصوير. طب بعد التصوير انا بعمل ايه؟ بعد التصوير بحط الحاجات دي على جنب كده بالترتيب، واسيب الجزء ده فاضي عشان نعرف نستخدم الترابيزه تاني. تمام. ايه تاني؟ بقطع لكم في اخر الاسبوع اللي هو خميس وجمعه، ماشي، بس انا عشان عندي بكره ضيوف يعني، خميس وجمعه بعمل ايه؟ خميس وجمعه بقعد اقطع لكم البثوث المباشره عشان ما تبقاش طويله، ماشي، وبحط لكم التسجيل، وبعمل ايه؟ بحطه لكم على اليوتيوب، على قناه اليوتيوب بحطه كامل، ماشي، في قائمه تشغيل كده اسمها ايه؟ اسمها اللايفات، لايفات السوشيال ميديا بتاعتي. طيب وبقوم كمان مقطعاها صغير، المعلومات اللي فيها، لما الاقي معلومه استنوا بس ارفض لما بقوم مقطعاها معلومه عشان خاطر ايه؟ علشان خاطر تقدروا ان انتوا مثلا ايه، في نص اليوم كده تركزوا المعلومات تاني وتشوفوها، واللي ما شافش البث مثلا كله او مش قادر يشوف البث كله، يقوم ايه، ياخد الايه، المعلومات دي، لان هي برضو يعني كل ما بنشتغل حاجه بقول مثلا معلومات معينه، كل ما نيجي نشتغل حاجه اقول معلومات معينه عشان تفيدكم، فبقوم مقطعاها. فانا طول الاسبوع يعتبر مشغوله، بالاضافه طبعا للمسؤوليات بتاعه البيت، بالاضافه طبعا لكمان غير مسؤوليات البيت، بالاضافه طبعا لايه، لان انا نفسي بدرس برضو، فوالله العظيم صعب موضوع الخاص، عشان كده انا بجمعكم هنا، فاي سؤال انتوا عايزينه اسالوا، من عينيا الاتنين ليكم. فعرفتوا انا ببقى ماشيه ازاي؟ يعني مثلا مش شيماء بتنفض ما بتردش على الخاص بتنفض، والله ابدا. يعني انا امبارح اصلا تعبت بسبب ان انا قعدت ارد على الخاص دي، قعدت لي ساعتين ما بعملش حاجه غير ان انا برد على الخاص، بعدين تعبت، انا اصلا منع للبنات بتوع الكورس بتوعي ان هم يبعتوا لي على الخاص، لان في جروب نقاش بفتحه من 10 الصبح ل6 بالليل، ما عدا الثلاث والجمعه اللي هو الايام اللي انا باخد فيها ايه، ايام باخد فيها راحه بذاكر فيها، فاهمين قصدي؟ فعشان كده اسألوا هنا اللي انتوا عايزينه. يا كوكو انسى القط بتاعي عايز يطلع يلعب اللي هو هي شيماء بقى بتشتغل، نلعب احنا شوية. استنوا بقى، عايزة اعمل الجزء اللي هو اللي تحت ده، القاعدة، انتوا شايفين كده يا اولاد؟ انا برضو مش عايزة اقرب قوي عشان خاطر ايه، الناحية دي عندنا الباب، فاهمين؟ فعشان كده عشان ما اكشفش الباب، يخشوا يدخلوا براحتهم، حرام يعني ما خليهمش مقيدين عشان البث، لا يخشوا يدخلوا براحتهم. فقولوا لي كده باين ولا لا؟ عشان كده بجيبه كده شويه. بس يا جمايكا عايز تمشي امشي، يلا 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 يا كوكو، عايز يخرج كان لو انت حبساني ليه انت يا ست حبساني ليه يا ست؟ انا مالي انا ومال البث لو تلاحظوا انا بعمل في اتجاه واحد اهو، عشان تبقى ايه، كانها ميه، يعني كانه كده ميه واحده يعني، بس كده نسيبها بقى تنشف. في حته كده مش عجباني، ربنا يستر ما بوظهاش بس كده اهي، بس كده زي الفل. هيقولوا لي في اسئله، امنيتي اجيب منك بس مش معايا فلوس، تمنيت اللي يبقى عندي قوالب. بصي اقول لك حاجه، والله اسمك ايه الاول؟ ملك. بصي يا ملك، والله يا بنتي انا بعتولي ناس اشتغلوا
من غير قوالب. كل اللي عملوه ان هم جابوا جبس واشتغلوا من غير قوالب، اشتغلوا في حاجات زي ايه، زي كده، عارفه انت الحاجات اللي بناكل فيها رز بلبن مش عارفه ايه، بتبقى لينه شويه بلاستيك بس لينه، تعرفي تطلعي منها، اشتغلوا فيها اقسم بالله. دي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه للكورس عندي، الكورس عندي اصلا سعره رمزي جدا، عايزه اقول لك ما يجيبش دريس، عشان بس تكوني عارفه، عشان لا تكوني خايفه ان انت تسالي السعر وكده، والله رمزي، اسالي البنات. وانا دايما بعمل خصومات، يعني كل فتره اعمل لهم خصومات عشان اساعد البنات. طب مثلا اللي معهوش خالص بعمل ايه؟ بعمل لايفات اهو، بشتغل قدامكم اساسيات مش كل حاجه، عشان ما بقاش كداب، انا بحب الصراحه، بشتغل اساسيات. لكن طبعا في حاجات متميزه بيها في الكورس، ومعاكم اهو بنات الكورس يشهدوا، في حاجات انا متميزه فيها في الكورس. يعني مثلا مجال الالوان انا عامله قسم كامل لتصنيع الالوان. ليه؟ عشان زي ما انت شفتي كده، مثلا الاكليريك بينشف بسرعه، مش عارفه ممكن يبقى تقيل شويه، مش عارفه ايه، لا احنا عملنا قسم كامل للالوان، ومش الالوان الاكليريك بس، ده الالوان الاكليريك. ولو عايزه تعمليها الوان مط، لو عايزه تعمليها الوان تشوك بنت، اللي هو بنعمل تكنيك المحبب ده على الفازه، بتصنعيه ازاي تجيبي نفس درجه اللون كل مره، علشان خاطر ايه، ما يجيش عميل يقول لك لا ده اللون ده اللي في الصوره مش هو اللون اللي انت بعتهولي، هيبقى ساعتها عنده حق على فكره، فاهماني؟ ف الكورس سعره رمزي بجد، ما يجيبش حتى دريس يعني في الايام دي ليا ولا ليكي. وفي نفس الوقت انا بعمل لايفات سبت، وان شاء الله هعمل سبت واربع، انا عشان كده حددتها سبت واربع الساعه 7 بالليل، سواء هنا او على التطبيق الايه، او على التطبيق الازرق. وبقطع لكم كمان الحاجات المهمه، عشان كده، عشان تقدري ان انت تستفيدي. نفسي في شمع زي الناس، عينيا والله هعمل، بس والله يا بنتي كنت داخله هصب القالب ده اللي هو البوت ده اللي احنا عملناه المره اللي فاتت برضو في اللايف، عملناه بالخيش، بس والله يا بنتي لقيت ناس عايزين كونكريت، فهعمل ايه؟ انا قلت خلاص بقى اعمل دي اللي هي اللي هم طالبينها مني، برضو هم طالبينها تبقى تبقى فواحه، يعني قصدي اسمها ايه، مش فواحه، بتاعت بخور. وهعمل معاكم ان شاء الله حاجه جديده، هصب معاكم حاجه جديده، اتفقنا؟ ماشي. شايفين؟ بجد لا مش هجيب لك هديه هصب قدامك عشان تتعلمي هاي نبدا بقى. بصوا دي بس انا مستنيه دي تنشف للامانه عشان اعرف اشتغل هنا براحتي، فاللي عنده اسئله عشان قبل ما نشتغل حاجه جديده ماشي يقول لي، بس ادعوا لي الحاجه اللي انا هعملها دي تنفع، ها، عشان انا لسه اول مره هجربها. بصي يا ملك، الموان احنا بنجيب منه الجبس اصلا، يعني انا كنت جايبه كيلو، طبعا لما تجيبي سايب هيبقى اغلى شويه من لو جبت شكاره يعني، بس مش مشكله، كبدايه بقوا دلوقتي يسيبوا سايب عادي، يعني بقى الحمد لله الموانين ايه يسهلوا الدنيا. الاول كان يقولك لا خدي شكاره مقفوله من جبس سينا ده والكلام ده، دلوقتي تقدري تجيبي ايه، كيلو واحد بس سايب ماشي، او نص كيلو، وشهر تاني تجيبي مثلا قالب واحد بس، او تشتغلي بدون قوالب زي البنات اللي انا حطيت لكم اصلا على التطبيق الازرق البنات اللي هي من الكورس المجاني اشتغلت بدون قوالب خالص، وعملت مباخر وعملت حاجات لطيفة جدا. كل اللي عملته بس ان هي شغلت دماغها ان هي تستخدم بس ايه، علب تنفع، فهماني، احجامها تنفع، وكانت مبسوطة جدا بالموضوع ده. فالموضوع مش محتاج منك في البداية فلوس، هو محتاج بس كيلو الجبس، وان انتي تشوفي اي علب قديمة عشان تعيدي تدويرها ان انتي تستخدميها كقوالب، وتعملي منها حاجة حلوة ليكي يعني، فاهماني؟ بس فما تخليش حاجة توقفك. واحنا نفسنا ما جبناش الشغل ده غير والله العظيم ربنا العالم على شهور، فانا عايزاكي يبقى عندك دايما فكر المرونة، ان انت تعرفي تطلعي من الموضوع، حتى لو انا معيش فلوس هعمل ايه، طب هستخدم عندي في البيت ايه، فاهماني؟ انا بحاول ان انا اساعدك، لان كلنا كانت بدايتنا كده.
عاوزين حاجة من الترخيم ده؟ حاضر والله العظيم. انت قصدك اللي ورا ده صح؟ ما هنعمل بقى النهارده بس بطريقة تانية. احنا المرة اللي فاتت عملناه في البث بتاع الابليكيشن الازرق. عملناه ازاي؟ عملناه بمركز اللون اللي هو ده النبيتي اللي عجبكم، فاكرين؟ بتاع GLC. المرة دي بقى انا عايزة اجرب لو انا حطيت اكليريك بدل مركز اللون. هو الاكليريك تقيل، معروف ان الاكليريك تقيل، هل هيديني ترخيم حلو ولا هيبقى اي كلام؟ وهل هيبوظ الدنيا يعني في الخليط الجبس ولا لا؟ فاهمين قصدي؟ لان انا كنت بستخدم ايه مثلا، كان ممكن اعمل ترخيم باللي هو ايه بمركز اللون، وكان ممكن اعمل ترخيم كمان بايه تاني، باللي هو اللون اللؤلؤي الذهبي، قصدي اللون الذهبي اللي عند الموان، او اللون النحاسي، كان ممكن اعمل بيهم كده. فاهمين قصدي؟ فانا اول مره بصراحه استخدم الاكليريك معاكم، فمعرفش الافكت هيبقى عامل ازاي. احنا هنحكم بقى ان شاء الله من خلال التجربه دي. بصوا هو دلوقتي نشف اهو خلاص. طبعا هروح اغسل دي واجيلكوا ها، وتقدروا ان انتوا ايه تستخدموها كده فواحه. بس طبعا ما تنسوش ان احنا لما تنشف خالص، عشان في اجزاء مش ناشفه فيها، في اجزاء صغيره كده بسيطه مش ناشفه. واستنوا، في حته كده انا ما عملتهاش عايزه اكملها، الحته دي ماشي. قولوا معايا ايه. لما تنشف طبعا هتعملوا طبقتين، لا طبقتين ايه، طبقتين للتلاتة، عشان هي كده كده خارجية. لا اسفة 5 طبقات يا الله، 3 طبقات خارجية و5 طبقات داخلية، عشان دي مبخرة ماشي، عشان تستحمل الحرارة بتاعة البخور والفحم. اتفقنا؟ فاحنا بقى نحطه على جنب كده اهو ينشف هو كده على مهله. هروح اغسل دي واجيلكوا بسرعة علشان خاطر نبدأ بقى نعمل ايه، نعمل بقى تكنيك رخامي تاني، بس نجرب بقى ان احنا نعمله بالاكليريك ماشي. ولو في اسئلة قولوا. طيب القوالب، ما انا قلتلك يا ملك ممكن تقدري ان انت تعمليها من غير قوالب. تجيبي حاجة زي كده اللي هي الحاجات اللي بتاعت الرز بلبن وكده، دي بتكون سهل تطلعي منها الجبس لما ينشف، سهل جدا. فاهماني؟ ما تجيبهاش قوية، لا هي بتبقى خفيفة اهي، بضغط عليها ماشي، وتقدري تعملي منهم اشكال والموضوع سهل جدا ما تقلقيش. تقدري تعملوا منهم اصلا مبخره زي اللي احنا عملناها دي بدون قوالب. انتي بس تحطي مثلا في النص كده، بعد ما تصبي الجبس تجيبي مثلا حاجه مدوره وتقومي ايه ضغطه كده فيها ضغطه الجبس في النص، عشان تعملي بس شكل الطبق او مقاس الطبق. فاهماني؟ وهتطلعي احلى مبخره بدون اصلا قوالب. وبعدها لو جبت الحاجات البلاستيك مش هتبقى حلو. لا ما كبداية، انا عايزاكي بس تجربي ايدك كبداية اهو زيه بالظبط كده. اقول له مش عاوزة لون، اقول له عاوزة لون نحاسي، اللي هو بتاع هقولك اللون النحاسي او اللؤلؤي اللي هي بتاعت انا بس مش معايا والله في الشقة دي. هو عارف بتبقى علبة كده ربع مثلا، في منها طبعا كيلوات يعني، بس هاتوا ربع كده، لون لؤلؤي لون نحاسي كده لون ذهبي. تمام. كانت ايه يا رحاب؟ كانت عندنا اسمها ايه اللي بقول لكم دايما حلوه لطيفه اشتغلوا بيها، اللي هي اللؤلؤي والنحاسي، كان ايه؟ ايوه ما هي الوان ميتاليك. ستارت، برافو عليك يا رحاب. ستارت نوع حلو بصراحه وانا بحب الشغل بيه. بسم الله. بصوا هنحط كده في ميه ماشي، الطريقه اللي هي قلنا ايه بدون حسابات ماشي، الطريقه بدون حسابات وبجاوب ما تقلقوش. بسم الله. هنعمل نفس التكنيك بتاعنا ان احنا بنرش كده الجبس علشان لغايه لما يشربوا الميه، علشان الميه دي يعني تشرب الجبس وينزل لتحت لغايه لما يستكفى. يعني ايه يستكفى يا شيماء؟ يعني خلاص هو مش هيشرب تاني، ساعتها معناها ان الخليط بتاعنا جاهز ومظبوط. احنا بنميل في الشغل للخليط التقيل بتاعنا، علشان خاطر الخليط التقيل هو بصراحه مريح جدا في الشغل ومش بيعمل فقاقيع كتير، وكمان
وكمان بيبقى قوي، علشان الناس اللي بتقعد تقول انه الجبس خفيف، لا الجبس مش خفيف، واصلا كل الخامات اللي موجودة في السوق بتتكسر. فهو الجبس ليه تكنيك معين، دايما لما نيجي نتعلم الحاجة نتعلمها بالتكنيك الصح. اتفقنا؟ بشوف بس بتأكد هو عايز تاني ولا لا. وبرضو بيبان لما باجي اخلط اذا كنت هحط معلقة كمان ولا لا، بيبان معايا. لا محتاج تاني، محتاج تاني، بس انا عشان ايه ما اديتوش بس فرصته يشرب يعني كويس. اهو بصوا بقلب بقى كويس جدا وبسرعة بسرعة، عشان انتوا عارفين ان ايه ان ممكن ينشف. هزود بس عشان بحب الخليط بصراحة يكون تقيل. ماشي، هحطه بقى كده على جنب، هقفله واحطه على جنب عشان ايه نشتغل. اهو هنضف بس كده مكاني عشان لما اجي احط الايه ونجهز نجهز الكحول. لا مش مقدار ثابت يا حبيبة قلبي، لو انتي ده بصوا اهو يبقى كده تقيل. لو انتي دخلتي معايا قبل كده اللايفات اللي فاتت على الاكونت التاني الازرق، الابليكيشن الازرق، هتعرفي ان احنا شغالين بحاجه اسمها الطريقه العشوائيه. ايه هي يا شيماء الطريقه العشوائيه؟ الطريقه العشوائيه دي اللي هي انا بعمل شغل حر، شغل جبس حر بالعين كده، بظبط الايه الخليط. تمام. انا دلوقتي رشيت الكحول، ونسيت حاجه مهمه، ان احنا قلنا عايزين نجرب هينفع معاه موضوع الاكليريك كده زي الماربل ولا لا. هضيف يا دوب نقطه، مش هضيف كتير. ها انا بضغط بس عليه كده، ممكن اجيبه برضو بده اهو. هضيف كده ايه نقطة عشان نعرف نجرب، مش كتير. ماشي اهو. وهعمل اي شكل كده عشوائي، لو حسيت ان اللون مش كافي احط تاني، مش مشكلة. ماشي، بس ما كترش، بس ايه ما كترش، عشان بس يا حبايبي ايه ما يبقاش الخليط هش معانا. ماشي بحاول بدل ما اجيب تاني ناخد على الجوانب، من الجوانب. انا بقى رشيت خلاص، وشفتوا بقى فايدة السيليكون ان انا ايه لو بهدلت الدنيا تفتكروا يا ولاد هينفع معانا؟ هينفع حوار الالوان الاكليريك جوه الخليط؟ انا اول مرة اجربها جوه الخليط، انا دايما بعمل بيها خارجي. بصوا بقى كمان في حاجة بتعملوا كده علشان خاطر يخش كويس في الايه في القاع، وتقعدوا بقى تهزوا كتير كتير بقى ما تزهقوش، واي حاجة تنزل مش مشكلة، احنا حاطين البتاع بتاعنا اهو، حاطين ده عشان ما نبهدلش الدنيا. ماشي، ونخلي جنبنا قطعة قماش علشان ايه نعرف نشتغل. اعتقد هينفع يا ولاد، اعتقد ينفع تلونهم برضو اكليريك، بس هو طبعا اغلى، لو انتوا باصين للتكلفة هيكون اغلى من ان احنا نعمل بالايه نعمل التكنيك الرخامي بده. احنا كده جربنا، هو اللايف اللي فات كنا عاملينه بده، واللايف ده قلنا نجرب بقى كده هينفع ولا لا، للخبرة، عشان ناخد خبرة. دايما انا حتى بقول لبناتي في الكورس كده وولادي في الكورس، بقول لهم لما مثلا في حاجة انا مش مجرباها، مثلا تكنيك انا ما جربتوش عشان مش بحب افتي. ماشي، مش بحب افتي او احط حكم مسبق او استنتاج وانا ما جربتش صح ولا غلط.
لو حاجة انا مش تكنيك مثلا انا ما جربتوش، لون انا ما جربتوش، بقول لهم جربوا. وانا كمان برضو بحب ان انا اجرب علشان نزداد خبرة. فالاساسيات الحمد لله احنا حاطينها بفضل الله، وحاطين كمان حاجات الحمد لله حلوة جدا. بس برضو الواحد طول عمره هيفضل يجرب، خدوا بالكم يعني. مش خلاص بقى الواحد حط كورس كده خلاص هي دي النهاية، لا. واي حاجة بقى بقوم مزوداها عادي للكورس علشان البنات يزدادوا خبرة، يعرفوا ان ده ينفع، ده جربناه، ده ما ينفعش. شايفين لغاية دلوقتي لسه بيظهر بابل، عشان كده انا بكمل في الهز. عاوزين حضرتك مرة تعملي لنا التيرازو، عينيا والله حاضر، ايه المشكلة؟ نعمل تيرازو. انتوا عارفين انا اللي حاكمني ايه هنا؟ انا اللي حاكمني هنا اللي حاكمني هنا والله ان انا مش معايا كل حاجة يا ولاد، معلش. ادعولي بقى ربنا كده يكرمني ويبقى معايا كل حاجة في مكان واحد، والله العظيم وانا هدلعكم اقسم بالله. بس معلش يعني انا برضو شفته. فاكرين البنوتة اللي كانت لسه بتقولي انا معيش ان انا اجيبه كده، وقلت لها اعملي بالمتاح وكده، واعملي بديل للقوالب يعني في البيت وكده، عيدي تدوير الحاجات. انا برضو نفس الفكرة، قلت لا انا عايزة اعمل بس، وعايزة اتواصل مع الناس. انا ما عنديش غير شوية حاجات، قلت والله هشتغل بيها لغاية لما ربنا كده يكرم ويبقى معايا كل حاجة في مكان واحد، واقدر اعمل لكم كل حاجة، والله هدلعكم. دايما ما نوقفش، دايما ما نوقفش. خليكي دماغك كده دايما، ما توقفيش، خليكي مثابرة، خليكي مصرة ان انا عايزة افيد الناس، هفيد الناس وربنا هيكرمني وهفيدهم فعلا. وانتي كمان كده، انا عايزة ان انا هبدأ. وحطي القرش على القرش، اي قرش يجي حطيه عليه. كلنا بدايتنا كانت كده والله العظيم. انا القوالب دي جبتها على كذا شهر، والخامات دي انا جبتها على كذا شهر عشان اعمل كورس الكونكريت. كده خلاص انا شايفه ان هو طلع كل حاجه. هبدا ان انا ارش الوش بتاعه واسيبه بقى هسيبه بقى كده ينشف براحته خالص، وندردش مع بعض، وفي اخر اللايف نطلعه ونشوف النتيجه. اتفقنا؟ عشان بس تبقوا عارفين احنا ماشيين ازاي. الله تعالى. بصوا كمان احنا عملنا الاسبوع اللي فات، شايفين الحاجات القمر دي عملناها مع بعض الاسبوع اللي فات. شايفين عملنا الصباره، شايفين القمر، عملنا الصباره وعملنا البابل الصغننه دي ماشي، وحطينا فيها الفتيل ويعني قلنا ازاي نحط الفتيل وازاي نحط القاعده. وهنا نفس الكلام، ازاي نحط الفتيل وازاي نحط القاعده بتكنيكين مختلفين اصلا، عشان ده كان القالب بتاعه ناشف شويه وده القالب بتاعه طري شويه، فعرفتكم التكنيكين ماشي. وعملنا في لايف تاني لو تفتكروا، عملنا مع بعض القالبين دول، وكمان عملناهم زيناهم بورق الذهب زي ما انتوا شايفين كده. وفي قالب تالت بس يعني خدوه مني هنا للاسف. هم هنا عايزين ياخدوا الحاجات، بس بقول لهم طب عشان التصوير، عشان الناس تبقى عارفه عملنا ايه قبل كده. وعملنا ده قبل كده بوت، وقمنا عاملينه بالايه، قمنا عاملينه بالخيش. وان شاء الله حاطه الجرات دي ورا، الجرات دي حطها ورا، والكوبايه اهي، عشان نبقى نعمل مع بعض شويه شموع حلوه قوي هتعجبكم ان شاء الله تعالى. شايفين دي الحاجات اللي بتبقى في خامات شموع اصليه زي ما انتم شايفين الجوده. يعني انا مش محتاجه ان انا اتكلم على الجوده، صح؟ بالله عليكم انا مش محتاجه اتكلم على الجوده خالص، ها. واي حاجه اصلا بتبقى مش عاجباني ما بطلعهاش اصلا. شايفين اهو، مش محتاجه خالص اتكلم على الجوده. الحاجه اصلا بتتكلم عن نفسها. ده حتى القواعد انا وريتها لكم في اللايف اللي فات، قلت لكم عندي نوعين من القواعد، وحتى القواعد احنا بنختارها، يعني بنختار الجوده بتاعتها، لان في قواعد في السوق مش حلوه. يعني بصوا حتى ادق الحاجات احنا بناخد بالنا ليها. بصوا الجار المصنفر ال100 جرام عشان نصب فيه. انا مجمعه الحاجات دي عشان اللايفات الجايه، فصحصحوا كده بقى معايا وابداوا بقى ان انتوا انا عايزه ان انتوا تجربوا انتوا كمان. اللي قادر يشتري منكم يشتري من الجروب ويشتغل.
ماشي. طبعا الشموع خاماتها بصراحة، خامات الشموع اغلى بصراحة من خامات الكونكريت. فبرضو على حسب الراس المال اللي انت هتعمليه علشان تبدأي المشروع. لو انت معكيش راس مال كبير، هو مش كبير زي ما انت متخيلة، عشان مفهوم برضو كبير دي وصغير دي بتختلف من واحد للتاني على حسب مقدرته المادية. لكن لو انت عايزة حاجة صغننة على قدها يبقى الكونكريت. لو انت مثلا معاكي يعني تقدري تستثمري اكتر واعلى يبقى الشموع. تمام يا حبايب قلبي. على فكرة والله العظيم انا عارفة ان انا كل لما اجي هطلع بس هتقعدوا تطلبوا مني الكونكريت. انا عارفة والله العظيم، لان هو الفترة دي فعلا مطلوب. على العكس ان اصلا الشموع برضو الموسم بتاعها احنا في الشتاء، فالموسم بتاع الشموع. وانا كنت بصوا مجهزه لكم كام حاجه والله، شايفين عشان نبدا نصب في كل دول. بس مفيش مشكله، يعني انا عايزه ان انتوا تبقوا بتخشوا الحاجه بتستفادوا، دي اهم حاجه عندي. ها يا حبايب قلبي قولولي. بصوا كان في بنوته امبارح، لان انا قلت لكم امبارح فتحت الماسنجر بقى وكده وكنت برد. بجد والله العظيم طرحت موضوع مهم جدا ان احنا نتكلم فيه لغايه لما دي تنشف. موضوع التسويق، موضوع التسويق، لدرجه ان انا من كتر ما يعني كنت مركزه ان هي تركز في حته التسويق دي. يعني الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله انبسطت جدا ودعت لي كتير. فقلت لا يعني اقول الكلام ده كمان على العام عشان الناس يعني تدرك الموضوع. التسويق يا جماعة للمشاريع اللي هي الصغيرة من البيت زي الشموع وزي الكونكريت، ومش بقول صغيرة معناه ان هي صغيرة وهتفضل صغيرة، لا، هي صغيرة ولكن بتكبر. بتكبر مع مين؟ بتكبر مع الشخص اللي حاطط في دماغه ان هو يكبرها. طب اكبرها ازاي يا شيماء؟ انا دلوقتي شغاله مثلا السوشيال ميديا بس، ولا بعمل مثلا، ولا بدور على محلات، ولا بخش معارض، ولا بخش بازارات. فانا اعملها ازاي؟ فاحنا هنتكلم واحده واحده دلوقتي. اول حاجه، لو انت بتشتغل على السوشيال ميديا بس فانت لازم تكوني اكتف على السوشيال ميديا. وده الخطأ لو تفتكروا اللي انا قلته لكم زمان عليا انا كشيماء بشكل شخصي. انا في السوق بقالي 3 سنين اهو، تمام. طيب الناس دلوقتي اللي بدأت تعرفني ليه بقى؟ هل عشان انا مثلا ما كنتش عندي الكفاءة ان انا اظهر؟ لا طبعا، بالعكس، ده انا كنت موجهة كل شغلي وكل جهدي في الكورسات علشان اعمل مستويين لكل كورس، اللي هو الشموع الطبيعية والكونكريت، يبقى كل واحد فيهم ليه مستويين، مستوى مبتدئين ومستوى محترفين. فده كان شغلي الشاغل. بعد كده لقيت ان انا ده انا ما اهتمتش بالسوشيال ميديا بتاعتي. بدأت ان انا ابقى عايزة اطلع لايفات علشان فعلا افيد الناس. الحمد لله يا رب، الحمد لله ربنا مديني من العلم كتير، فلا افيد الناس ان هم يبدأوا واعلي ثقافة الهاند ميد. فبدأ الموضوع الحمد لله الحمد لله. لا دلوقتي الناس هي اللي بتمنشن. وحتى في لما كنت بشتغل موضوع البراند بتاعي قبل ما يحصل موضوع بقى حادثة رجلي واللي هو موضوع الفقرات والكلام ده كله، لان انا طبعا شغلي هاند ميد فكنت بقف بالساعات يعني اشتغل. ف لغايه دلوقتي بيمنشنوا لي يا شيماء احنا عايزين شموع، يا شيماء احنا عايزين كونكريت. فاهمين الفكره؟ والله ما بارك وصلت لمرحله حلوه لدرجه ان انا عملت يعني بنوته طلبت مني ان انا اعمل هديه لصاحبتها اللي في الرياض، وشحنت لها هي، بس هي اللي شحنت لها يعني. فالحمد لله شغلي كمان وصل لبره مصر. لو كنت كملت كانت الدنيا تبقى حلوه. طب ايه اللي يخلي شغلك كده؟ اول حاجه، قبل بصوا عشان في ناس كتير معلش يعني بجد والله العظيم، وانا بكلمكم بكل صراحه. ثانيه واحده بس كده عشان اغير قعدتي. في ناس كتير في السوق بتكون بتصور فيديوز ومهتمه بالسوشيال ميديا بس هي مش كفء او ما بتشتغلش تكنيكات صح او كده، فاهمين قصدي؟
لازم تهتموا بالجودة، تمام، جودة شغلكم ان انتوا تعملوا شغل بروفيشنال. وتاني حاجة عشان تظهروا طبعا الناس ترجحكم، ما هي الناس هترجحكم بناء على ايه؟ يعني انا دلوقتي مع عميلة تيجي هتاخد مني مرة واثنين وثلاثة بناء على ايه؟ وهتعمل لي منشن بناء على ايه؟ مش لازم الشغل يبقى قد يعني فوق، يعني ممتاز او فوق الممتاز عشان خاطر يعجبها، لان ده شغل تجاري. احنا بنتكلم دلوقتي ده بيزنس. فانت لازم تكوني عامله ايه؟ انت لازم ان انت تعملي اول حاجه شغلك بروفيشنال. تاني حاجه تواصلك مع الناس، انت هتتواصلي مع الناس كتير، فانت لازم ان انت ايه؟ تكوني عارفه ازاي بتتواصلي مع الناس، قواعد التواصل مع الناس، تمام. تالت حاجه تتواجدي على السوشيال ميديا كتير وبشكل كويس، تعرضي شغلك تعملي فيديوهات، تعملي ريلز، تعملي ستوريز على كل الابليكيشن اللي انت بيتواجد فيها المنافسين، صح ولا غلط؟ كمان ان انت تعملي باكجينج حلو، تهتمي بالتغليف والباكجينج حلو علشان حاجتك دي تطلب كهدايا. ليه بقى كهدايا؟ لان احنا بنعمل حاجات ديكور وبنعمل حاجات زي شموع وكده، الحاجات دي ممكن واحده، ده في ناس بتشتغل بس في الهدايا، ان انا هي حاطه نفسها في الزون دي، ان انا مهتمه جدا بالهدايا بالباكجينج بتاعي لدرجه ان هو عامل زي الهديه، فالناس بتطلبه كهدايا مني. فاهمين قصدي؟ كمان تسعيرك يبقى مناسب، واحنا اتعلمنا التسعير. خشوا الاكونت عندي بتاع التطبيق الازرق وشوفوا احنا كنا بنسعر ازاي في سلسله الشموع اللي هي كورس الشموع المجاني. انا كنت ذاكره التسعير بالتفصيل في فيديو لوحده، هتلاقوه في البوست المثبت. اول ما تخشوا تلاقوا بوست كده مثبت، افتحوه هتلاقوا بقى الكورسات المجانيه وكل حاجه تحت، تمام. ايه تاني؟ نستنى بس اعمل رفض. ايه تاني بقى يا حبايب قلبي؟ كده احنا اتكلمنا على كذا عامل في التسويق. ان انت كمان تتعلمي حاجه اسمها كتابه محتوى علشان تشدي الناس. بس طبعا لما تعلمي كتابه محتوى انا عايزاك ان انت تكتبي بطريقتك انت برضو، يعني تعرفي اساسيات كتابه المحتوى، وتبداي ان انت اسمه ايه ده، وتبداي ان انت بعد ما تعرفي الاساسيات تكتبي بطريقتك انت، لان كل واحد فينا يعني انت لو اتسرقت الفكره بتاعتك هم مش هيسرقوا شخصيتك. فاهمين قصدي؟ هم مش هيسرقوا شخصيتك، هم هيسرقوا ممكن افكار منك، بس مش هيعرفوا ايه يقلدوا لا قبول الناس ليكي ولا شخصيتك، لان كل واحد فينا ليه شخصيه مختلفه. فاهمين قصدي؟ يعني دايما خليكي انت كمان المتميزه. طب انا هبقى متميزه ازاي يا شيماء؟ عن طريق ان انا دايما بسرش على الافكار الجديده وبنفذها، وما عنديش مشاكل ان فكره ممكن تبوظ مني، عادي. فكرة هتبوظ فكرة هتنجح، فكرة هتبوظ فكرة هتنجح، وهكذا. فانت تبقي دايما بتخشي بالافكار الجديدة. فلما تخشي بالافكار الجديدة ايه اللي هيحصل؟ هتبقى الناس هي اللي هتقلدك، مش فاهمين قصدي؟ يعني السوق هو اللي هيقلدك مش العكس. فهي دي كان شرح يعني مفصل لموضوع التسويق اللي الناس خايفة منه ومرعوبة منه. هو مش بالصعوبة دي، هو شوية مهارات هتكتسبوها زي ما انتوا بتتعلموا مهارات اهي الهاند ميد. فاحنا كده في اللايف ده كمان اهو جربنا حاجة جديدة، وعملنا المبخرة هناك اهي، واتكلمنا عن التسويق بالتفصيل. حد عنده اي سؤال ولا نبدأ بقى نشوف هو نشف؟ لا لسه ما نشفش، اسأله لغاية لما ينشف. هو قرب ينشف، هو مش هينشف، هو هيتصلب زي ما احنا اتفقنا، عشان بس نطلعه ونشوف شكله ونسيبه بقى بره ينشف. ها يا حبايب قلبي، عندكم اي سؤال تاني؟ والدنيا وضحت ليكم في موضوع التسويق لما ذكرنا بقى تفاصيل كده التسويق اللي ان شاء الله تبداوا بيها وتشتغلوا بيها؟ طبعا نسيت حاجه بقى مهمه في التسويق، الى جانب بقى ان انت تحاولي تنزلي معارض، تنزلي بازارات، تنزلي الكلام ده كله. انا عندي بنات اللهم بارك نزلت على فكره، ومش معرض واحد، اكتر من معرض، اللهم بارك اللهم بارك، باعوا كمان مش للمصريين بس، الاجانب.
وعايزه اقول لكم يعني بيجوا بقى مبسوطين جدا بالتجربه. وهتلاقوا على فكره موثقه الكلام ده كله في جروب الجروب التعريفي بالكورس اللي هو على التطبيق الازرق عندنا. انتوا اصلا اي لينكات ليا خشوا على لينك تري اللي هو بيبقى مثبت في اول الاكونت عندي، هتلاقوا كل حاجه، هتلاقوا كل الاكونتات بتاعتي، هتلاقوا كل حاجه خاصه بيا، هتلاقوا الجروب التعريفي بالكورس، هتلاقوا شغل البنات، هتلاقوا الحمد لله يا رب كل حاجه. وعايزه اقول لكم ان انا اصلا يعني بنبسط جدا من موضوع شغل البنات ده، وبذكر كل واحده باسمها عشان خاطر حاجه هي ممكن يجي لها باب رزق من الموضوع ده. يعني هي ممكن تبقى بدايتها ان هي بتنشر قصتها معايا او بتنشر تطبيقاتها معايا، وانا بحط اللينك بتاع البراند بتاعها او اسمها، ويجي لها شغل لان عجب الناس تطبيقاتها. فانا مش بحب اللي هو ايه اجمع غير لو انا مثلا يعني مش فاكره البنوته دي الاكونت بتاعها اسمه ايه، فمثلا جمعته مثلا، يعني فاهمين قصدي. بس الغالب الحمد لله الغالب ان انا بذكر البنوته باسمها علشان طبعا ده مجهودها، وانا ببقى فخوره بيها وببقى عايزه اساعدها على قد ما اقدر. بيقول لي المعارض والبازارات دي مش بتعمل حاجه، مش على طول والله، الموضوع نسبي، الموضوع نسبي. طب عايزه اقول لكم حاجه، حتى في البراند، حتى في فتح المشاريع، في ناس اللهم بارك بتعدي وممكن تفتح ورش، وفي ناس لا لسه ايه معتمده على يعني دخلها قليل. هي برضو بصوا احنا بنسعى بنقول الاساسيات والتريكس اللي انتوا تقدروا ان انتوا تستخدموها في التسويق ومهمه وهتنفعكم، لكن برضو لازم نعرف ان الرزق طبعا بايد ربنا، بس تكوني انت سعيتي، يعني تكوني انت فعلا سعيتي وجربتي. مش حد قال مثلا ده المعارض مش مهم، مش كويسه فانا خلاص خدت بالراي، لا جربي بنفسك، جربي في معرض، جربي في اتنين، يعني فاهمه قصدي، لغايه لما تشوفي الدنيا هتمشي معاكي ازاي. يا حبيبة قلبي يا رحاب، رحاب بتقول حصلت نشرتي لي شغلي. يا حبيبة قلبي يعني ده أقل حاجة أقدمها لكم يا بنتي والله، لأن أنا المجتهدين دول بيبقوا على راسي بصراحة. الناس اللي هي بتتعب وبتسعى على نفسها وما بتحطش الظروف يعني عائق بالنسبة لها، وبتقعد تجرب وتجرب وتجرب لغاية لما ربنا يكرمها، دي على راسي بصراحة. وهم دول على فكره يا رحاب الناس اللي بديهم شهادات. لو تلاحظي مش كل الناس معايا بتاخد شهادات، الناس بس اللي شغاله على نفسها والمجتهده هي اللي بتاخد شهادات، لان ده حقها عليا. حبيبتي يا رحاب والله، حبيبه قلبي يا رحاب والله، ربنا العالم يا بنتي والله، الواحد بيبقى فخور بيكوا ازاي، يعني مبسوط بيكوا ازاي. هي الساعه 9 الا تلت اهي، هو قرب ينشف. يا ترى تفتكروا يا ولاد هينجح ولا لا؟ تفتكروا هينجح ولا لا؟ عشان احنا طبعا احنا غيرنا هنا، استخدمنا الايه الاكليريك بدل المركز اللون، فعايزين نشوف ايه الفرق. واحنا كده كده اللي ورا ده اهو عاملينه بمركز اللون ده لو تفتكروا، فهنحط بقى كده الاتنين ونقعد نقارن بقى نشوف التجربة ناجحة ولا ايه النظام. هينجح ان شاء الله يا رب، والله يا رب، يا رب يا ثريا، والله اسمك جميل يا ثريا، الله حبيبتي، يا رب ان شاء الله ينجح ويبقى جميل. شكله حلو ما شاء الله من الظهر اكيد. ما هنشوف بقى يا رحاب، يا رب يا شيخة يبقى حلو وينفع، علشان حتى نبقى احنا عارفين اذا كان نقدر نحطه ولا لا. تسلمي انت اللي جميلة يا حبيبة قلبي، تسلمي لي والله. طيب قولوا لي صح، الدنيا وضحت معاكم في موضوع التسويق لما اتكلمنا عنه باستفاضة ولا ايه النظام؟ على فكرة في ناس كتير بتستهون بالستوري، وفي ناس كتير بتستهون ان هي تنشر مرة واتنين في اليوم، وفي ناس كتير بتستهون ان هي تشتغل على كذا ابليكيشن، والموضوع ده مضر جدا لان انا فدت فيه بشكل شخصي. يعني انا لسه بحكي لكم اصلا تجربتي، انا ما كنتش متواجده على السوشيال ميديا كتير وكنت بنشر كل فتره. ليه؟ لان انا كنت مهتمه جدا ان الكورسات تبقى فيها كل حاجه انتوا محتاجينها. يعني حتى دايما بيجيني الحمد لله يا رب الحمد لله الفيدباك انه شكرا يا شيماء، احنا مش محتاجين لاي معلومه خارجيه، حتى اداره الكورس، حتى اداره المشروع والبراند بتاعنا والبراندنج وازاي نعمل باركود وازاي نعمل لوجو والكلام ده كله انت حاطاه في الكورس.
فكنت مهتمة بده. بس بعد كده اكتشفت ان انا لا، انا كنت غلط برضو، لازم اهتم بالسوشيال ميديا. ما الناس هتعرف ان انا بدرب ازاي، الناس هتعرف شغلي وتتقبل شرحي ازاي. يعني انا حتى دايما لما حد يجي يشترك في الكورس دلوقتي بقول له حاجة كويسة جدا. كان زمان الناس تخاف تقول لي طب افرضي انا ما فهمتش من شرحي. لا دلوقتي انا بديكي لينكات الاكونت بتاعي وبقول لك خشي اتفرجي وشوفي، تقبلتني كمدربة تمام، تقبلت شرحي وعجبك تمام. فالحمد لله يا رب، حتى من الكورسات المجانيه الناس بتقول لي شرحك حلو وبتبعت لي التطبيقات. فاهمين قصدي؟ فده مهم ليكوا انتوا كمان، زي ما هو انا اكتشفت ان هو مهم ليا. انتوا كمان لازم ان انتوا تهتموا طبعا ان انتوا تعملوا ريلز وتعملوا القصه بتاعتكم ازاي بداتوا الهاند ميد. حتى دايما بقول للبنات كده في الكورس بتاعي اكتبي القصه بتاعتك وانا هنشرها لك. اكتبي القصه بتاعتك، حطي تطبيقاتك، اديني لو انت بداتي المشروع هاتي لينك البراند بتاعك وانا هنشرها لك. لان اوريدي فعلا شغلكم بيبقى تحفه. فالناس بتخش تاخد تقول لي طب ده بكام، اقول لها او مع قايله لها انا حاطه منشن البنوته اللي اشتغلت الكلام ده، او انا حاطه اللينك بتاع البراند بتاعها، اتواصلي معاها. فاهمين قصدي؟ فالموضوع ده مهم فوق ما تتخيلوا، موضوع التسويق ده مهم فوق ما تتخيلوا. بصوا هو لسه هنا الحراره بتاعته سخنه. يعني ايه يا شيماء الحراره سخنه؟ عشان لو حد لسه اول مره بيحضر اللايف بتاعي وما حضرش قبل كده. بصوا اول ما بنحط هو بيبقى سخن كده. ليه؟ بيطرد الحراره. ماشي. بعد كده بيبدا يسقع. في مرحله ان هو بيبدا يسقع يعني تصلب، يعني اقدر ان انا اشيله من القالب واسيبه بره علشان ينشف خالص بقى يوم اتنين، على حسب بقى وزن كل قالب وعلى حسب احنا صيف ولا شتاء والكلام ده. المهم ان انتوا تسيبوه ينشف براحته. دي اهم حاجة عشان لو عايزين نلونه عايزين نورنشه ما يحصلش مشاكل معانا. ما والله يا سوريا مش عايزة ان انا استعجل. يعني انا لسه بشوفه عشان كده، عشان في ستيبس ومراحل وتكنيكات. عشان انا لو طلعته وهو لسه بيطرد الحرارة كده وسخن هيتكسر مني. انا برضو ببقى زيكم، ايدي بتاكلني على القوالب، سواء قوالب شموع اللي هناك دي اللي احنا عملناها مع بعض، او سواء قوالب كونكريت بس بيتكسر. فاهمه؟ سواء شموع او كونكريت بيتكسر، لازم ان احنا نعمل الستبس صح عشان ما نضطرش ان احنا بعد كده نعيد. يعني انا لو اتكسر معايا اضطر ان انا اعيد. فاهمين قصدي؟ برضو نفس الكلام في الشموع القوالب، بتبقى ايدي بتاكلني عليها ان انا اطلعها وهي لسه ايه دافيه، وهي دافيه من بره، هي شكلها متصلب من بره بس من جوه بتبقى لسه ما اتصلبتش. فباجي اطلعها تتكسر. فلا يعني عشان كده دايما بقول لكم ايه، نصبر على الستبس بتاعتنا علشان خاطر ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى لما نشوف النتيجه تكون بالنسبه لنا مرضيه. انا والله زيكم كده ببقى متشوقه بصراحه ان انا اشوف النتيجه. اللي هو يعني فاهمين اللي هو الله بقى يلا يلا عشان اشوف النتيجه، اشوف انا عملت ايه وشكلها يا ترى هيبقى عامل ازاي. عايزه برضو اسالكم سؤال، بالنسبه لكم يوم السبت ويوم الاربع حلو الساعه 7 نثبته بقى خلاص؟ اصل بنبقى صلينا خلاص العشاء. يعني فاهمين قصدي؟ بنبقى صلينا العشاء وبنبقى خلصنا كل حاجه البيت الصبح وكده. فبحيث ان محدش يفوتوا اللايف. ايه رايكم برضو؟ قولوا لي كده في التعليقات بالنسبة للساعة 7 عشان أنا بعدها مش متاحة للأسف. وقبلها قبلها كنت بعملها على 5:30 بعد صلاة المغرب. بس بصراحة بستحرم حتة إن العشاء بيأذن علينا وممكن نقعد مثلا إيه نستنى قلب زي كده ينشف، فبنقعد مثلا تلت ساعة بعد العشاء. فبستحرم عشان الصلاة. فحاسة إن هو ميعاد 7 ده هيبقى حلو لينا لو طولنا عادي. احنا بقى مصليين العشاء مخلصين شغل البيت فقاعدين بقى. يعني فاهمين قصدي؟ طب حلو جدا ان هو مناسب ليكم. حلو جدا. حلو جدا ان هو مناسب ليكم تمام. والله العظيم ريحتوني. وبصوا برضو ان انا كنت بطلع مثلا من السبت للاربع كان متعب بالنسبه لنا عشان انا بقطع زي ما قلت لكم الفيديوهات وبعمل حاجات تانية. بحضر اهو زي ما انتم شايفين مثلا باكج المنتجات الطبيعيه، باكج الشموع الشامل، باكج مش عارفه ايه، بصور برضو فيديوهات تانية للشغل. فالموضوع بالنسبه لي بيبقى صعب.
لقيت ان انا فعلا تعبت، عشان كده قلت اثبته يومين في الاسبوع، سواء تيك توك او سواء الاسبوع اللي بعده نعمله ايه التطبيق التاني الازرق، فتبقى الدنيا سهله. واليوتيوب بجمع لكم فيه بقى البثوث المباشره كلها، بس تبقى طبعا مسجله يعني، عشان اللي عايز يرجع لها يشغلها كده وهو بيشتغل براحته بقى، يبقى معاه البث يعني. طب الحمد لله ان هو مناسب ليكوا، والله العظيم فرحتوني وطمنتوني، عشان انا ببقى عايزه برضو انسق معاكوا على قد ما اقدر. خلاص على فكره هو قرب اهو، هو لسه دافئ بدأ يدفى. معناها ايه؟ ما هو كان الاول بيبقى سخن بيطرد الحراره، دلوقتي بدأ يدفى. بعدها بقى المرحله على طول بيسقع، يسقع دي ان احنا نشيل فيها على طول. انا بنزل دايما على التيك توك، بس للاسف بتنزلي دايما على التيك توك بس مفيش تفاعل يا سوريا. بصي التفاعل ما بيجيش مره واحده، يعني انا مثلا كنت مهتمه بالتطبيق الازرق بس، التطبيق التاني الانستا وكده للامانه ما كنتش مهتمه بيه، وكان بيتقفل من كتر ما انا بنسى اصلا الباسورد بتاعه. يعني انا لسه فاتحاه قريب برضو وبقى عليه 20 بس متابع، انتوا متخيلين؟ لكن طبعا التطبيق الازرق انا عندي الحمد لله، سواء في الجروبس او عندي متابعين كتير. فاهمين قصدي؟ يعني مثلا اللي هو التطبيق بتاع اللي هو الجروب بتاع التعريفي بالكورس ده عليه 7000 وشويه، جروب الخامات عليه 11000 وشويه. طب ده جاي من ايه؟ جاي من 3 سنين انا بشتغل، وكمان ما كنتش بشتغل كويس، ما كانش عندي اهتمام بالسوشيال ميديا. ما بالك بقى لو عندي اهتمام بالسوشيال ميديا وبنشر مره الصبح ومره بالليل، هيبقى طبعا الموضوع مجزي. فهو محتاج استمرارية نشر. وايه تاني؟ استمرارية نشر، ومش على ابلكيشن واحد، على اكتر من ابلكيشن. يعني ده اللي انا بحاول اعمله دلوقتي يا سوريا. لو تلاحظي في التيك توك انا مثلا موجودة على الابلكيشن الازرق، معروفة في الابلكيشن الازرق، لا خلاص نيجي كمان تيك توك، عشان برضو هيبقى هبني جمهور هنا زي ما بنيت جمهور هناك. صح ولا غلط؟ هفيد هنا زي ما فدت هناك، نفس الفكرة بالنسبة لكم. انتوا هتسوقوا هنا زي ما سوقتوا هناك، ومفيش تفاعل. حاول ان انت تربطي الجمهور بيكي. هربط الجمهور بيا ازاي يا شيماء؟ هتعلم كتابة محتوى، سرشي عليها على اليوتيوب، وهتعرفي ازاي الاساسيات، وهتعرفي ازاي تربطي الجمهور بيكي. اعملي تفاعل على الستوري، اعملي يختاروا معاكي مثلا اللون ده ولا اللون ده، طب احنا هنعمل ديزاين جديد تعالوا نجربه مع بعض، وتقومي فاتحه بث مباشر، وهكذا. طبعا طبعا كل منصه ليها جمهورها المختلف، عشان كده لازم زي ما بنيت هنا ابني هنا. صح ولا غلط؟ فعلشان كده التسويق مهم جدا جدا حقيقي، وهتكسبي جمهور كبير لما تبقي هنا وهنا وهنا. هو قرب بس كويس والله ان احنا النهارده اتكلمنا برضو في التسويق، عشان انا لقيت امبارح الموضوع محتاج ان انا اتكلم فيه. يعني لقيت اكتر من حد كان بيبعت لي، فقلت لا بصراحة ان انا اتكلم فيه علشان خاطر فعلا تاخدوا بالكم للموضوع ده، عشان بنرجع بعد كده نقول ايه؟ لا ده المشاريع مثلا مش مربحة. طب اشمعنى مربحة مع ناس ومش مربحة مع ناس تانية؟ يبقى في ايه؟ زي مثلا ما بيقولوا مثلا الجبس خفيف. طب الجبس لما بيتعمل صح ما بيبقاش خفيف، ما بيتكسرش بسرعة. وكل اصلا الخامات اللي موجوده في السوق بتتكسر، لان هو ده ديكور معروفه. فهي الفكره في التكنيك، هو الفكره ان احنا نمسك الفكره ونحللها، نشوف المشكله جايه من فين. فما ينفعش ان احنا نقول لا ده مربح او مش مربح، لا هو انت عملتي ايه خليتيه كده؟ انت اهملتي فيه، اكيد اهملتي في جانب من الجوانب اللي انا بقولها. اهملتي ازاي تتعاملي مع الناس، اهملتي الباكجينج بتاعك، اهملتي السوشيال ميديا، اكيد اهملتي حاجه. اهملتي ان انت تعملي جوده كويسه، اهملتي ان انت تعملي اوفرات مع العميل، اوفرات كل فتره للعملاء. اهملتي ان انت مثلا تعملي بس مباشر تقولي القصه بتاعتك وكذا وكذا، وانا بدات البراند بتاعي ازاي، وايه اللي دخلني المجال ده بالذات، وانا شفت فيه ايه، وايه المميزات الهاند ميد من وجهه نظري، وتعملي ربط بينك وبين الجمهور. انا هجرب النهارده يا جماعه تكنيك جديد، تعالوا معايا نشوف هينجح ولا لا. زي ما انا بعمل في التدريب هتقدري انت تعملي كمنتج برضو، هي نفس الفكره، بس انا الفرق ان انا بقدم خدمه وانت بتقدمي منتج، بس هو ده الفرق. تعالوا بقى كده نشوف هو ايه
هو محتاج شوية بس بدأ اهو يسقع من الاطراف، بس لسه محتاج شوية. هنا بقى بتحطوا الفحم سريع الاشتعال المدور ده، وبتحطوا بقى ايه، تحطوا البخور بتاعكم. بس امتى؟ بعد ما نورنشها زي ما احنا اتفقنا. ان شاء الله الجمعه الجايه بقى نبدا نعمل فيديو كده عن البخور، عشان انا نسيت الجمعه دي، وعايزاكم انتوا كمان تعملوا كده، تتصرفوا بقى حتى لو ما عندكوش قوالب تتصرفوا. اتفقنا؟ تعملوا بدون قوالب زي ما اتفقنا، تعملوا اعاده تدوير، اتصرفوا عشان ننبسط مع بعض. في اي سؤال؟ والله انا بصوا مش عايزه استعجل، هو المفروض اعمله على 9. انتوا ايه رأيكم؟ اطلعه دلوقتي لو اتكسر على ضمانتكم ماليش دعوه، ولا نعمله على الساعه 9 عشان يكون خد النص ساعه بتاعته؟ لان هو لسه على فكره هو سقع من الاطراف بس. ها ادوني كده رأيكم. انا بخرت النهارده بمبخره اللي انا عامله. ايوه بقى، ايوه بقى يا رورو، جدعه والله العظيم، جدع يا رحاب. والله انا بقى نسيت ونعمل فيديوز وكده. طب ما عملتيش بقى فيديو ليه يا رحاب؟ ما احنا اتفقنا بقى عشان نهتم بالسوشيال ميديا. اعملي فيديو، هتلاقيني حتى انا عامله عندي على الاكونت بتاعي فيديو عن وانا ببخر، وحاطه اللي هي بتاعت كان ساعتها العيد، كنت حاطه اللي هي بتاعت الله اكبر والله اكبر. ممكن كمان تحطي سورة الكهف، جزء من سورة الكهف على الفيديو. اعملوا كده يا بنات، انا عايزاكم تهتموا بموضوع التسويق. ماشي؟ عايزاكم تهتموا، اوعدوني ان انتوا تهتموا بموضوع التسويق. انا زيكم اهو في نفس الخطوه، بقول لكم ايه، بقول لكم تجربتي والحاجه اللي انا استفدتها، وقبل كده كنت بعمل ايه وطلع غلط وكده. فعايزاكم ايه، دايما تتعلموا من التجارب. بصوا انا بعمله بقى بالراحه كده، عشان هو بصراحه لسه ما اتصلبش جامد، وانا مش عايزه ابوظه. ربنا بقى يستر. اهو اهو بصوا بقى، اللون خفيف ده اللي انا شايفاه، يعني حاسه انه مركز اللون اقوى. وكمان ما ينفعش ازود عن كده. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم. لو تلاحظوا شايفين الحفر البسيطه دي معناها ايه؟ لان هقول لكم ليه. اللون الاكليريك بيبقى هو مزيج ما بين الزيت والميه، ماشي، بس اتقل شويه الزيت، فلو زودت فيه هيعمل حفر. وعلى فكرة برضو اللون ده بيجمع ما بين الزيت والمية، وإلا ما كناش بنرجه كده. لكن لما بنحط اقل حاجة فيه، وانتوا شفتوا طبعا في البتاعة في المرة اللي فاتت، اللايف اللي فات، لما بنحط اقل حاجة فيه اهو مفيش حفر. شايفين؟ لا ده لازم نتقل اللون، فلو تقلنا اللون عن كده هيعمل لي حفر. فانا بالنسبة لي شايفة ان هو اللون باهت بالنسبة لي كشيماء، يعني التجربة بالنسبة لي مش احسن حاجة. لا بصراحة افكت المركزات الالوان في تكنيك الترخيم احلى. وكويس ان احنا جربنا مع بعض. انا والله ما رضيتش اجرب لوحدي، انا قلت بصراحة هجرب معاكم. تمام؟ ده بقى اللي بنتعلمه من التجربة، ان احنا نحلل الحاجة ونشوف طب ايه المناسب، ايه الافضل بالنسبة لي، ايه اللي مش عارفة ايه كده. يعني بالنسبة لنا كذا حاجة، مش موضوع برضو ان هو باهت بس، او ان هو حفر لي القطعة بس، لا ده كمان ايه، ده كمان غالي بالنسبة لمركزات الالوان. فكتكلفة مش عاجبني، يعني كتكلفة مركزات الالوان هتفوز. كمان ايه تاني، كتكنيك حاساه باهت. كمان لو زودت منه هيحصل ايه؟ انا بس بشيل الزوايد بايدي عشان تبقى سهلة في الصنفرة بعد كده اما ينشف. لو زودت اللون هيحصل ايه؟ هيحصل حفر كده، هتبقى القطعة هشة. انا طبعا بنقل التجربة بكل امانة اهو، علشان ايه؟ علشان يا حبايب قلبي تعرفوا انتوا كمان لما تيجوا تجربوا حاجة تجربوها ازاي، وتعرفوا ازاي هي ناجحة ولا فاشلة. فعلا اللون باهت، شفتي؟ ما انا بقولك. بس كويس ان احنا جربنا عشان نقدر نحكم ونعرف هو ليه ده افضل. يعني فاهمين قصدي؟ ليه ده افضل. انا بقى بشيل بايدي، بحب وهو طري كده
لسه يا دوب متصلب، اشيل بايدي اي زوايد عشان لما اجي اصنفر ما تتعبنيش. خلاص يا حبايب قلبي، حد بقى عنده اي سؤال قبل ما اقفل؟ ادينا النهارده الحمد لله عملنا حاجتين حلوين. ماشي، لونا القمرايه دي عشان نستخدمها بقى مبخره ونعمل بيها فيديوهات كده ان شاء الله الفتره الجايه، يوم الجمعه ان شاء الله الجاي. وانتوا ابعتولي فيديوهاتكم، ابعتولي فيديوهاتكم. ماشي. وتاني حاجه، عملنا حاجه جديده جربناها وشوفنا ينفع ولا ما ينفعش، وقارنا، عرفنا ازاي نقارن عشان نعرف عوامل نجاح الحاجه اللي احنا بنجربها او فشلها. خلاص احنا كده بقى خلصنا. قولولي لو عايزين اي حاجه عشان خلاص انا هقفل. ماشي يا حبايب قلبي، مفيش اي اسئله كده خلاص. استودعكم الله، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.